منصور عبد العزيز، ربما قالت السيدة بن تركي أنه الشريك الأجنبي والشريك الفرنسي مش راح يخدعنا في هذه الأمور، لكن هناك من يقارن بين مشروع رونو في الجزائر ومشروع رونو في دولة مجاورة هي المغرب. الأرقام والوتيرة مختلفة تماما. هنالك نوعية السيارات، نوعية يعني والسيارات الماركات اللي ينتجها، وحتى تصدير حتى تصدير الدول الإفريقية، بينما مشروع تاعنا يعني بدأ يعني وكأنه راقد في هذه السنة الأولى. المستثمر الفرنسي صاحب رونو لا يستطيع أن يخدعنا. لماذا؟ لأنه ما كاش 10 طرق للوصول إلى صناعة سيارات جزائرية بما بالمئة. لكن فيه مشروع يبدأ كبير وفيه مشروع يبدأ عليه وعليه. المشكل بيننا وبين المغرب هو مشكل الزمن فقط، وهم بدأوا قبل منا ومشاو أصوات، حنا تخلفنا رانا نخلصوا التخلف تاعنا. بمعنى الشعب الجزائري لازم نصرحوه بواحد الحقيقه باللي باش تصنع سياره جزائريه هذا هو الهدف تاعنا. حنا كشباب الاستقلال ماذا بينا بلادنا تكون عندها سياره جزائريه.